هذه إذاعة إرنا. سيداتي والسادة متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 24 من أبريل. وقبل استهلال برنامجنا تتقدم إذاعة إرنا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي إريتريا بشكل خاص بأطيب التمنيات والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلتنا المولى العلي القدير أن يعيد الشهر هذا على أمتنا بالخير واليمن والبركات. نستهل برنامجنا معكم مستمعي ومستمعات الأفاضل بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول تقرير منظمة Human Rights Watch حول أوضاع الأطفال الإريتريين غير المصحوبين بذويهم في إثيوبيا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. Human Rights Watch تنتقد الحكومة الإثيوبية على ضوء معاملة الأطفال اللاجئين الإريتريين. اليابان وكوريا تتقدمان دول العالم في مكافحة وباء كورونا المستجد. الموت يغيب المفكر والسياسي السوداني الدكتور منصور خالد. الغموض يكتنف الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. وجهت منظمة Human Rights Watch عبر مكتبها الإقليمي في نيروبي في 21 من الشهر الجاري انتقادات حادة لسياسات المفوضية الإثيوبية للاجئين والعائدين، وهي الجهات الرسمية المختصة برعاية اللاجئين في البلاد. وقال تقرير للمنظمة بأن سياسات الحكومة الإثيوبية الجديدة في معاملة اللاجئين الإريتريين وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم قد تؤدي إلى نتائج وخيمة العواقب. وحسب تقرير المنظمة فإن قوانين المفوضية الإثيوبية حول قفل المعسكرات والتمييز في معاملة الأطفال وعدم إشعار الجهات الدولية بالسياسات الجديدة قد تدفع الأطفال للعودة إلى بلادهم في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان لا زالت مستمرة في إريتريا. وطلب التقرير إثيوبيا باتباع سياسات نموذجية في معاملة اللاجئين الإريتريين خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لأنها تضم ثلث اللاجئين الإريتريين على مستوى العالم. للمزيد حول هذا التقرير تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. احتلت اليابان المقدمة في أكثر الدول نجاحا في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حسب التقرير الذي نقلته الBBC عن مؤسسة ليغاتوم في تقريرها السنوي حول مؤشرات الازدهار العالمي في 167 دولة حول العالم. وأشار تقرير المؤسسة إلى أن اليابان احتلت المركز الأول بسبب قدرتها على الحد من انتشار الوباء، وحلت كوريا في المركز الثاني، وإسرائيل في المركز الثالث، وألمانيا في المركز الرابع، بينما احتلت أستراليا المركز الخامس. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول استطاعت القيام بكشوفات صحية مبكرة واتخاذ تدابير وقاية فعالة، وتتمتع بامتلاكها لأنظمة صحية متطورة ونظم تأمين صحي توفر العلاج شبه المجاني للمرضى. وتتميز اليابان بكشف مبكر عن المرض وأجهزة طبية متقدمة تساعد على كشف المرض قبل ظهور الأعراض وقدرتها على الحد من تأخر حالات المرضى. أما أستراليا فإنها وبحسب التقرير تتمتع بنظام تأمين صحي مختلط يؤمن العلاج للمواطنين بدون تعقيدات. غيب الموت يوم الأربعاء الماضي السياسي والمفكر السوداني الدكتور منصور خالد. وكان الدكتور منصور خالد وبعد تخرجه في كلية كوردون والتي أصبحت لاحقا جامعة الخرطوم قد عمل مساعدا لرئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله خليل، ثم سافر إلى الخارج حيث نال الماجستير والدكتوراه في القانون من فرنسا والولايات المتحدة.
وعمل في الأمم المتحدة لعدة سنوات قبل أن يلتحق بحكومة الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، حيث عمل معه وزيرا للخارجية، وكان له دور مشهود في اتفاقية السلام التي وضعت حدا للحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، والمعروفة باسم اتفاقية أديس أبابا في عام 1972. ومع إعلان النميري لقوانين سبتمبر التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، غادر منصور خالد السودان، ثم التحق لاحقا بالحركة الشعبية لتحرير السودان والتي كان يقودها الدكتور جون جارانغ. وشارك منصور خالد في مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية في عام 1995. وألف الدكتور منصور خالد عدة كتب في الشأن السياسي السوداني، أهمها 4 مجلدات تحت عنوان المثقفون السودانيون وإدمان الفشل، وله كتاب تحت عنوان السودان والنفق المظلم، وكان قد صدر باللغة الإنجليزية وترجم لاحقا إلى اللغة العربية. كان الدكتور منصور خالد يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية، واتسمت كتاباته باللغة العربية بالجلالة والقوة. رحم الله الدكتور منصور خالد وأسكنه فسيح جناته وتجاوز عن سيئاته. بعد تردد شائعات حول تدهور الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد إجرائه لعملية جراحية في منتصف الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس لديه معلومات حول صحة الرئيس الكوري الشمالي، ولكنه يتمنى أن يكون بخير. أما مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية والذي يعرف باسم البيت الأزرق، فلقد ذكر في بيان له بأنه لم تلاحظ أشياء خارجة عن المألوف في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ. وتعتبر كوريا الشمالية وإريتريا أكثر الدول في العالم تكتما حول أوضاع رئيسيهما، وكان التلفزيون الإريتري من جهته قد بث خطابا للرئيس سياس أفورقي بعد شائعات حول تعرضه لسكتة دماغية وسفره للخارج لتلقي العلاج. ولم تشر مصادر ثالثة إلى حالة الرئيسين الصحية والتي تحرص الدولتان على إخفائها. وبينما تفرض كوريا الشمالية ستارا حديديا حول الوضع الصحي لرئيسها، ينتظر الإريتريون يوم 24 من مايو المقبل الموعد السنوي لظهور الرئيس سياس أفورقي أمام الملأ في ذكرى استقلال البلاد. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. منظمة هيومان رايتس واتش تنتقد الحكومة الإثيوبية في معاملة الأطفال اللاجئين الإريتريين. اليابان وكوريا الجنوبية تتقدمان دول العالم في مكافحة وباء كورونا المستجد. الموت يغيب المفكر السوداني الكبير الدكتور منصور خالد. الغموض يكتنف الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. وقبل تقديم حلقة من برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي، نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية في التدابير المفروض اتخاذها من أجل مكافحة والوقاية من وباء كورونا المستجد. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونخصص حلقة اليوم كما أشرنا في صدر نشرتنا الإخبارية إلى التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس واتش، والذي أبدت فيه قلقها من أوضاع الأطفال الإريتريين غير المصحوبين بذويهم
في إثيوبيا بعد تغيير الحكومة الإثيوبية لقوانين اللجوء تجاه الإريتريين. ونشير إلى أن الترجمة من إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. السياسات الإثيوبية الجديدة حول اللاجئين الإريتريين تعرض الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى الخطر. تحت هذا العنوان أصدر مكتب منظمة هيومان رايتس واتش الإقليمي في نيروبي في موقعه على الإنترنت تقريرا في 21 من الشهر الجاري يشير إلى أن الأطفال الإريتريين غير المصحوبين بذويهم يتعرضون لمخاطر بالغة بسبب السياسات الجديدة للحكومة الإثيوبية بخصوص اللاجئين الإريتريين، والتي بدأ العمل بها في شهر يناير الماضي. وقال التقرير بأن على السلطات الإثيوبية تغيير سياساتها بما يضمن لكل الإريتريين حق تقديم طلبات اللجوء وإعلان تلك التغييرات، بالإضافة إلى تغيير سياسة إدارة معسكرات اللاجئين. ويستمر التقرير في القول بأن إثيوبيا بدأت ومنذ شهر يناير الماضي وبشكل غير رسمي في تغيير سياسات اللجوء، فبعد سنوات من نظام منح اللجوء الجماعي للإريتريين قام موظفون تابعون للوكالة الإثيوبية لشؤون اللاجئين والعائدين بتسجيل فئة محددة من طالبي اللجوء القادمين من إريتريا، وقاموا باستثناء الآخرين خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم حسب ما تشير بذلك الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى. وقيام إثيوبيا بذلك الإجراء يعني عودة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم، مما يعرضهم لكل أنواع الاضطهاد التي يحرمها القانون الدولي الإنساني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقالت المديرة الإقليمية لمكتب منظمة هيومان رايتس واتش لاتيتيا بادر بأن إثيوبيا وعلى مدى سنوات كانت تستقبل اللاجئين الإريتريين. مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا يجب على الحكومة الإثيوبية لا تغير سياساتها الآن. ويواصل التقرير القول بأنه في كل سنة تقوم الحكومة الإريترية بتجنيد الألوف من الطلاب تحت سن 18 في خدمة إجبارية غير معروفة المدى، ومن المفترض أن تكون مدة الخدمة 18 شهرا، ولكن الحكومة تمد مداها ليصل إلى أكثر من 10 سنوات. ويشير التقرير إلى أن الإجراء المتبع في تقديم طلبات اللجوء للإريتريين في إثيوبيا كان هو الوصول إلى نقاط تجمع بعد عبور الحدود، وبعد التسجيل يتم نقل المسجلين إلى 1 من 6 من معسكرات اللاجئين التي يقع من ضمنها 4 في إقليم تيغراي، بينما يعيش البقية في المدن. وبعد الحصول على صفة اللاجئ كان يحق للإريتريين الحصول على الخدمات والحماية. وفي يوليو من عام 2018 وقعت كل من إريتريا وإثيوبيا اتفاقية سلام أنهت 20 عاما من العداء، لكنها لم تؤدي إلى تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا بشكل خاص. ورغم توقيع الاتفاقية وصل إلى إثيوبيا في عام 2019 حوالي 6000 إريتري في كل شهر، وتستضيف إثيوبيا حاليا 171,876 طالب لجوء إريتري، أي ثلث المهاجرين الإريتريين على مستوى العالم. وحسب تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن 44% من اللاجئين في معسكرات تيغراي هم من الأطفال. هذه إذاعة إرينا. في يناير من العام الماضي تبنى البرلمان الإثيوبي مراجعة حثيثة لسياسات اللجوء تسمح للاجئين وطالبي اللجوء بالحصول على فرص العمل والتعليم الأساسي. ونالت هذه الإجراءات الإثيوبية البرلمانية استحسان العالم، لكن في يناير من هذا العام ولأسباب غير معروفة قامت الحكومة الإثيوبية باستثناء بعض المهاجرين من إريتريا من هذا الامتياز، خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وقالت منظمة هيومان رايتس واتش بأن منع المهاجرين من الحصول على اللجوء إجراء غير إنساني وغير قانوني، ويعرض اللاجئين في حالة عودتهم إلى بلادهم
إلى الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة. وعدم تسجيل الأطفال بشكل خاص قد يجبرهم على العودة إلى أوضاع تنتهك فيها حقوقهم. ووفقا للمعايير الدولية فإن على الحكومات منح الأطفال خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم الأولوية في التقديم. ويواصل تقرير منظمة Human Rights Watch في القول بأنه حتى ديسمبر من 2019 وحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن 27% من الأطفال الواصلين من إريتريا إلى إقليم تيغراي هم من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأن 30 طفلا منفردا يصلون كل يوم إلى نقاط التسجيل. وفيما مضى كانت الحكومة الإثيوبية تسمح لهؤلاء الأطفال بتلقي الخدمات كالتعليم، ولكن ذلك بدأ يتقلص بصورة واضحة كما يفيد التقرير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبموجب قانون 2019 الإثيوبي للاجئين فإن الحكومة الإثيوبية تعترف باللاجئين الذين يستوفون شروط اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951 واتفاقية الاتحاد الأفريقي للاجئين، بما في ذلك الهاربين من بلادهم نتيجة أوضاع مهددة للنظام العام. وينص القانون على رفض التمييز تجاه اللاجئين وبالعمل مع مفوضية اللاجئين تعطى الاعتبارات الخاصة بأوضاع اللاجئين في بلدانهم التي نزحوا منها. وتتهم منظمة Human Rights Watch الحكومة الإثيوبية بعدم التقيد بهذه الموجهات، حيث لم ترسل أي معلومات للاجئين أو للمفوضية أو الشركاء الآخرين حول سياساتها الجديدة المتعلقة بالإجراءات الجديدة في تسجيل اللاجئين والسبل القانونية البديلة أمام اللاجئين وأسباب تغيير السياسات. وأدى هذا حسب ما تفيد منظمة Human Rights Watch إلى حالة من القلق والبلبلة في أوساط اللاجئين الإريتريين. وتواصل المفوضية العليا العمل بالموجهات الخاصة باللاجئين الإريتريين والتي أصدرتها في عام 2011، وبموجبها تقدم استشارات بكيفية التعامل مع اللاجئين الإريتريين. وأشارت المفوضية في جلسة استماع في المملكة المتحدة بما أنه لم يطرأ أي تغيير في أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا فإن هذه الموجهات تظل سارية المفعول وصالحة. وأكدت منظمة Human Rights Watch من جانبها بأن الوضع في إريتريا لم يحرز أي تحسن، وأن أي تغيير في السياسات تجاه اللاجئين في ظل هذه الأوضاع يبدو متسرعا. هذه إذاعة إرينا. وتقول Human Rights Watch بأنها لم تتلقى إشعارا من مفوضية اللاجئين الإثيوبية حول قفل وإعادة موضعة معسكرات اللاجئين. وكان نائب رئيس المفوضية الإثيوبية قد أخبر وسائل الإعلام بأن النية تتجه إلى إعادة موضعة معسكرات اللاجئين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وربما بنهاية أبريل الجاري. وبسبب غياب الشفافية والمعلومات فإنه ليس من السهل تقييم الآثار التي يمكن أن تنجم بسبب إغلاق المعسكرات والبدائل في الخطط وتأثيرها بشكل خاص على الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وقال أحد اللاجئين في معسكر حساس وهو من الذين قضوا 7 سنوات في السجن في إريتريا بأنه لا أحد حدد لنا حقوقنا بشكل واضح أو أين يمكن أن نذهب أو الفترة الزمنية وكل تلك التفاصيل، ونحن قلقون ولدينا ما يكفي من المشاكل بالإضافة إلى مشاكلنا اليومية، فإن ذلك يضاعف من الصعوبات التي نواجهها. وأخيرا أكد تقرير منظمة Human Rights Watch بأن الأطفال غير المصحوبين بذويهم يواجهون وضعا صعبا في ظل انعدام الحماية القانونية والأوضاع الضبابية في إثيوبيا ومخاطر العودة إلى بلادهم، كما تقول السيدة لتشيتيا بادر. وأضافت السيدة بادر بأن إثيوبيا يجب أن تظهر الريادة في حسن معاملة اللاجئين الإريتريين في ظل الدعم الدولي والظروف الخاصة لوباء كوفيد-19، وأن تستمر في حماية اللاجئين وتقديم كل ما يحميهم من الأذى. إذاعة إرينا
صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الأكارم فيما مضى من وقت إلى تقرير تحت عنوان السياسات الإثيوبية الجديدة حول اللاجئين الإريتريين تعرض الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى الخطر، وهو تقرير صادر من مكتب منظمة هيومان رايتس واتش الإقليمي في نيروبي في 21 من الشهر الجاري. وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وقبل الختام نستعيد معكم موجهات منظمة الصحة العالمية بخصوص مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. هذه إذاعة إرينا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. منظمة هيومان رايتس واتش تنتقد الحكومة الإثيوبية في معاملة الأطفال اللاجئين الإريتريين. وجهت منظمة هيومان رايتس واتش عبر مكتبها الإقليمي في نيروبي في 21 من الشهر الجاري انتقادات حادة لسياسة المفوضية الإثيوبية للاجئين والعائدين، وهي الجهة الرسمية المختصة برعاية اللاجئين في البلاد. وقال تقرير للمنظمة بأن سياسات الحكومة الإثيوبية الجديدة في معاملة اللاجئين الإريتريين وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم قد تؤدي إلى نتائج وخيمة العواقب. اليابان وكوريا الجنوبية تتقدمان دول العالم في مكافحة وباء كورونا المستجد. احتلت اليابان المقدمة في أكثر الدول نجاحا في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حسب التقرير الذي نقلته BBC عن مؤسسة ليغاتوم في تقريرها السنوي حول مؤشرات الازدهار العالمي في 167 دولة حول العالم. وأشار تقرير المؤسسة إلى أن اليابان احتلت المركز الأول بسبب قدرتها على الحد من انتشار الوباء، وحلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني، وإسرائيل في المركز الثالث، وألمانيا في المركز الرابع، بينما احتلت أستراليا المركز الخامس. الموت يغيب المفكر والسياسي السوداني الدكتور منصور خالد. غيب الموت يوم الأربعاء الماضي السياسي والمفكر السوداني الدكتور منصور خالد. وكان الدكتور منصور خالد قد عمل بعد تخرجه في كلية قردون، والتي أصبحت لاحقا جامعة الخرطوم، قد عمل مساعدا لرئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله خليل، ثم سافر إلى الخارج حيث نال الماجستير والدكتوراه في القانون من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وعمل في الأمم المتحدة لعدة سنوات قبل أن يلتحق بحكومة الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري، حيث عمل معه وزيرا للخارجية، وكان له دور مشهود في اتفاقية السلام التي وضعت حدا للحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، والمعروفة باسم اتفاقية أديس أبابا في عام 1972. ومع إعلان النميري لقوانين سبتمبر التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، غادر منصور خالد السودان، ثم التحق لاحقا بالحركة الشعبية لتحرير السودان التي كان يقودها الدكتور جون جارانغ. الغموض يكتنف الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية. بعد تردد شائعات حول تدهور الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد إجرائه لعملية جراحية في منتصف الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس لديه معلومات حول صحة الرئيس الكوري الشمالي، لكن يتمنى أن يكون بخير. أما مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية والذي يعرف باسم البيت الأزرق، فلقد ذكر في بيان له بأنه لم تلاحظ أشياء خارجة عن المألوف في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.
كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. ونجدد لكم في الختام أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. وتقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان وتحيات زملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.